بالدول اللي كانت موجودة طبعا على راسها أمريكا، أوروبا، إسرائيل، يعني كل الدول اللي موجودة بالعالم طبعا شاركت بهاي المؤامرة. طبعا شخصية القائد مو مثل شخصية القياديين الباقية. طبعا لهذا المؤامرة اللي استهدفوها مؤامرة دولية، يعني مو دولة واحدة، لأنه مشروع اللي قائد طرحها هي مشروع تخدم العالم كلها، طبعا خاصة الشرق الأوسط. المؤامرة بلشت حتى يقدروا يحتلوا مناطق الشرق الأوسط. طبعا تهيئوا، طبعا بلشوا من العراق. طبعا القائد دائما يعطي مثال عن شخصية هوال حقيقراد باعتبار هو من مكون تركماني. حتى استشهاد هوال كمال بير دائما هوال حقيقراد دائما القائد يذكرها، لأنه هو كان يمثل يعني المشروع الأمة الديمقراطية اللي قائد طرحها بتركيا. استهداف شخصية كمال بير طبعا كان يعتبر يعني رمز للشعب التركي. طبعا نفس الوقت استشهاده كمان هي مرتبطة بالمؤامرة، حتى نقدر انه هاي المؤامرة افشالها. وطبعا الشعب الشرق الاوسط، الشعب السوري قادر على هاي، لانه هاي نموذج انه محاربة الاحتلال. طبعا بهاي النموذج بمناطقنا نجحنا بها، معناته نقدر ننجح بها. طبعا لهذا وقت احنا نذكر شخصية القائد هي مو كشخص، كفكر، كفلسفة. وهاي الفكر وهاي الفلسفة طبعا يحتاج كل إنسان إنه على هاي الفكر وعلى هاي الفلسفة حتى يقدر يحافظ على وجوده. طبعا هاي مسؤولية كل واحد منا، يعني مسؤولية كل إنسان، لأنه إحنا شفنا يعني كحقيقة إنه الحل هذا المشروع اللي يقدر يحمي الشعب السوري، شعب الشرق الأوسط، هي مشروع الأمة الديمقراطية. طبعا لازم يكون شعارنا هي الحرب الشعب الثوري هي الحل.